فرق كبير جدا ما بين تمارين التجميع وتمارين التفتيح، ولو مش عارفه هيعطل التطور بتاعك. العضله الاساسيه المستهدفه في التمرينين دول وهي عضله الصدر، وده شيء مفروغ منه. لكن ما خدش بالك من حاجه، ان هنا في مفصل واحد بس بيشتغل وهو مفصل الكتف، لكن هنا في مفصلين بيشتغلوا وهو مفصل الكتف وكمان مفصل الكوع. فهنا بقى الفكره مش في العضله الاساسيه المستهدفه اللي اشتغلت، ولكن في العضله المساعده. لان هنا مفصل الكوع بيحصل له عمليه فرد وهو الالبو اكستنشن، فعضله الترايسبس بتشتغل معايا كعضله مساعده. لكن هنا في الفلايز هتلاقي عضله البايسبس هي اللي اشتغلت معايا كعضله مساعده. هتقول لي طب ده يشغلني في ايه؟ يعني انا كل فارق معايا ان انا العب على عضله الصدر. هقول لك لا، خد بالك، انت لو لعبت اول تمرينتين ثلاثه كلهم بريسز، زي مثلا تجميع بالدمبل عالي وبعديها فلات بالدمبل واطي او بالبار، ودخلت ثالث تمرين على الماشين بريسز، هتلاقي نفسك بتخيش ومش عارف تشيل اوزان خالص. وده بكل بساطه مش عشان عضله الصدر وجهدت، ده عشان عضله الترايسبس اللي هي العضله المساعده خلاص ماتت وتعبت جدا. فعشان كده لما تخش تمرين زي ده اللي هو تمرين فلايز، تلاقي نفسك عارف تتمرن والصحه جات لك. وهنا بكل بساطه الباور جالك لان انت بدلت العضله المساعده، شلت الترايسبس وبدلت مكانها بعضله البايسبس، فعارف تشيل اوزان من تاني. هنا بقى في البرنامج بتاعك كبروجرام ديزاين لما تيجي تحطه، ما تحطش تمارين كلها بريسز ولا تمارين كلها فلايز، اعمل ميكس ما بين تمارين البريسز والفلايز. وحتى ممكن تبقى تعمل تمرين بريس تمرين فلاي، او 2 بريس وواحد فلاي، عشان ما تجهدش عضلاتك المساعده، وبكده تتمرن بشكل افضل وتعرف تشيل اوزان اكتر. بس كده، لايك وفولو، اعمل سيف عشان تستفيد. سلام.